على جانب الطريق سرت بخطى مهرولة أحاول اللحاق بابن عمي محمد عطيف وصديقه فيصل الصالح قبل أن ينضما لناديهما الهلال السعودي. كنت دائم البكاء والحسرة، فما زلت صغيرا ولا ناد يأويني، حتى جاء الفرج وشاهدني سلطان خميس وطلب مني الانضمام إلى نادي الشباب السعودي. يومها لم أسأل نفسي أو أحاسبها، فالفكرة نفسها بهرتني، فأنا أول سعودي شارك مع منتخب الناشئين قبل أن يلعب مع النادي. لذا وقعت عقدا عام 2001 مدته 5 سنوات بدون مقابل كهاون في كشوفات النادي، وكان أول راتب شهري أتقاضاه كمحترف 7000 ريال سعودي. أغمضت عيني بعدها وسددت أذني وألقيت بنفسي داخل الملعب الشبابي، حتى استلم خالد البلطان رئاسة النادي، فاستقر بي المقام وأصبح المبلغ الذي أتقاضاه 1,100,000 ريال سعودي. اقتحمت عالم المال والأعمال مستغلا مؤهل الجامعي في الحاسب الآلي، إلا أنني خسرت 400,000 ريال وسط انهيار سوق الأسهم، واستسلمت نهاية إلى عالم المستطيل الأخضر، فالطريق أمامي طويل. كنت أطرح همومي في لعبة البلاي ستيشن، ومنافسي فيها هو شقيقي عبد الله. حلمي البسيط هو أن أفوز عليه ولو لمرة واحدة. وفي معسكرات المنتخب زميلي محمد الشلهوب هو متصدر اللعبة، كونه ممارس يومي لها. أنا الآن في استراحة من الضجيج والصخب الإلكتروني، وملجئي هو قراءة القصص البوليسية لأغاثا كريستي وسيرة الصحابة والكتب الدينية، ولا أبحث أبداً عن الصحف اليومية إلا إذا سقطت بين يدي فجأة، فأقلب سريعاً الصفحات الرياضية رغم معرفتي بتجاهل الإعلام لي. أعشق ضحكات وهمسات ابنة دانا ذات العامين. في يوم ميلادها انهالت أمطار الخير، وبدأت بالمفاوضات مع البلطان. هي أفضل من يصف إصابتي، فالبراءة تجدها في كلماتها: بابا كورة طاح. دانا أفضل من يتمايل مع لحن التسجيل ويتفاعل مع الأداء: يا صغيرتي، كم سأحزن على فراقك ولو لأيام، فالسفر قد حان إلى كوريا الجنوبية، إلا أن ما يعزيني هو العودة قريبا ورواية قصة فوز الشباب وتأهله إلى النهائي الآسيوي. ديما محمد السائح، العربية.